ايه بقى رأيك اعلمك اللغة المصرية القديمة زي ما علمتها ليحيى؟ ايه ده؟ هو انت اللي علمت يحيى اللغة المصرية القديمة؟ انا افتكرت انه الملك رمسيس الثاني. لا، انا اللي علمته رموز اللغة وساعدته ووقفت جنبه هتفضل تتكلم عن نفسك ولا هتقول حاجة مفيدة؟ ايوه صح، يلا نبدأ. قولي الأول يا سينو، هي البنات في كامت كانت بتتعلم وبتعرف تقرأ وتكتب؟ طبعا البنات بتتعلم زي الأولاد اللي في سنها. في كلمة التعليم ما بيفرقش بين الولد والبنت. يا سلام، كل يوم حبي الكيمت بيزيد أكتر. يلا كمل يا سينو. لازم تعرفي الأول إن اللغة المصرية القديمة هي أقدم لغات العالم، مرت بمراحل تطور خطية اتطورت فيهم من الهيراتيقية للديموطيقية ولحد اللغة القبطية. أيوة يا سينو، أنا مرة قريت بوست إن اللغة القبطية كان مفتاح السر لفهم الرموز المصرية القديمة. هو لسه في حد في زمانكم بيتكلم نفس اللغة؟ للأسف يا سينو لأ، لكن عندنا متخصصين في دراسة المصريات وعلوم مصر القديمة وعارفين كل ما يخص لغتنا الأصلية عشان يقدروا يدرسوا الحضارة المصرية القديمة. طب دلوقتي أنا هديكي أول درس، هعلمك إزاي تكتبي سينو بلغتكم وباللغة المصرية القديمة. يعني يوم ما هتعلمني تعلمني أكتب اسمك؟ على العموم موافقة.